السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. معانا طاجن لحمة صعيدي من اللي قلبك يحبه، حاجة كده عسل. يعني تعالي اقولك هنعمله ازاي. وانا ضفت له مكون بطاطس يعني علشان خاطر يزود معايا الاكلة، فايه احس ان الطاجن كده مليان. انا هنا دي معايا لحمة، بصراحة مش عارفة دي قد ايه، لاني انا الحمد لله يعني جالي لحمة كتير والله في العيد، حتى انا ما اشتريتش خالص ولا حتى نص كيلو لحمة. انا جات لي لحمه من عند الله كده بقى. ربنا يا رب يرزق الناس جميعا ويرضي كل الناس يا رب، كل اللي ذبح وكل اللي رضى الناس ربنا يرضيه كمان وكمان ويزيده كمان وكمان. انا جات لي اللحمه دي بصراحه، كل اللي يذبح يبعت لي، كل اللي يذبح يبعت لي. فما اشتريتش لحمه خالص، فمش عارفه اللحمه دي قد ايه. هي ممكن تكون ازيد من نص كيلو او نص كيلو حاجه زي كده يعني. مسكت القطعه بقيت اقطعها كده ايه مطوله، يعني القطعه بقت تتقطع على ثلاثة ثلاثة كده بالطول. حلو الكلام. موضوع سهل وبسيط قوي، وهتعملي احلى طاجن لحمه صعيدي حلو قوي. هما بصراحه بيعملوا اللحمه الطاجن لحمه بس، فطبعا يعني لحمه بس، فانتي ما شاء الله عايزه لك 2 3 كيلو لحمه عشان يبقوا كده في قلب الطاجن ويبانوا. فطبعا يعني ايه احنا بنحاول نضيف مع اللحمه ديت، بنضيف له مكون، بتضيفي له طبعا بطاطس، تضيفي له بسله، تضيفي له كوسه، تضيفي له اي نوع خضار بحيث ان هو يرمي معاكي ويخلي الطاجن بسم الله ما شاء الله كده تحسي ان هو ايه مليان من خيرات الله. المهم انا بحب احنا هنسلقها الاول خالص، معلقه سمنه كبيره عشان خاطر اللحمه بتاعتي دي حمرا ما فيهاش ولا حته دهنه. لو اللحمه فيها دهن حطي حبه زيت وخلاص، والدهن هينزل الدهن بتاعه يعني. فانا عشان دي حمرا فحبيت ان انا احط لها معلقه سمنه كبيره. وبحط بقى ورق لورا، حبهان، بصلايه، حبه فلفل اسود، حبه كمون. يعني شوفي انت بتسلقيها ازاي وبتضيفي لها ايه، بس انا بضيف هما المكونات اللي انا قلت لك عليها دي بس، مش بضيف حاجه تاني. وبحب ان انا اشوحها، مش بحب ان انا اسلقها على طول. بصي لما بتشوح المسام بتاعها بيقفل، ومستحيل مستحيل تعمل معاه كريم. حتى اما هتغلي دلوقتي يعني مش هلاقي ريم، والله ما فيهاش ريم خالص، لاني انت بتصدميها تروحي قافله المسام بتاعتها، فمستحيل تطلع معاكي اي ريم. بادّيها بس شطفة سريعة، يعني مطرح ما كان بقى اللي بيقطّع بتاع كده، وهاضيف لها 2 ماجي وخلاص، وهاسيبها تستوي مع نفسها. عندي بصل، هُم المفروض بصلتين كبار بس أنا مش عندي بصل كبير، فهُم إيه 4 بصلات بمقام بصلتين كبار. هنا مسكت البصل بشرته وابشريه لو عندِك كبة تمام، ما عندكيش كبة بالمبشرة كده سريع سريع وهيبقى الموضوع سهل معاكِ. والطماطم نفس النظام، مسكتها وبشرتها، بس ما تضيفيش الاتنين مع بعض. وهنا زي ما قُلت لِك أنا هاضيف البطاطس بتاعتي، عايزة تضيفي بسلة ضيفي، عايزة تضيفي كوسة ضيفي، أي نوع خضار أنتِ عايزة تضيفيه ضيفيه. هيرمي معاكِ طبعًا، ولو معاكِ أطفال يعني إيه عشان تحط لهم على الرز كده وياكلوا. هنا البطاطس بتاعتي برضه قطعتها مكعبات، باقسمها نصين والنص باقسمه ربع، وابتدي إن أنا أقطعها كده مكعبات، وركنتها على جنب، بحيث إن الطاجن لما أجي أعمله يبقى معايا سريع سريع. وهنا هاعمل جنبه شوية رز كده في السريع برضه، يعني أنا هاعمل معاكِ الرز كده سريع، أنا حبيت أوريكِ إن أنا هاعمل إيه معاه. وممكن تعملي جنبه شوية سلطة، تعملي جنبه أي حاجة، طبق مخلل، طبق بتنجان، إيه اللي يريحِك. الشعرية بتاعتي اتحمرت، حطيت الرز كنت غاسلاه وشاطفاه كده وخليته إن هو ينشف المَيّة بتاعته يعني، صفيته كويس وحط له واحدة ماجي وحبة ملح وكده تمام، وهابتدي إن أنا أسقيه من الشوربة بتاعتي. دي شوربة لحمة مش مَيّة من الحنفية، دي شوربة لحمة، لإن أنا مش هاستعمل الشوربة كتير. تمام، وكده الرز بتاعي خلص. نيجي بقى للطاجن الجامد أوي. الصينية بتاعتي حطيت فيها حبة زيت، هارمي البصل اللي أنا باشراه. طبعًا يعني إيه، أنا هاعمل في الصينية ديّة، أنتِ اعملي في الصينية بتاعتِك. لو أنتِ عندِك طاجن اركني الطاجن على جنب وهنيجي لوقته. ما عندكيش طاجن يبقى كل اللي أنتِ هتعمليه في قلب الصينية دي، حتى هتدخليها الفرن بالصينية دي لو أنتِ مش عندِك طاجن. هنا حطيت البصل بتاعي ويا دوبك هيبتدي ان هو ياخد لون كده ويحمر، وهبتدي ان انا اسقط المكونات بتاعتي حاجه حاجه. انا هنا عندي فصين توم مسكتهم ايه قطعتهم كده، حسيت ان هما بساط يعني مش محتاجين هون ولا حاجه. انت عايزه تدوقيهم دوقيهم، مش عايزه تدوقيهم بالسكينه كده على طول. تمام. تمام، اول ما حسيت ان ريحه التوم بتاعتي طلعت نزلت بالبطاطس. هادّي برضه البطاطس تشويحة مع البصل ومع التوم. طبعًا الريحة بتبتدي تطلع من غير ما تحطّي بقى أي بهارات وأي توابل، البصل والتوم بيبتدي يطلّع ريحتهم.
هبتدي برضو اطعم الاكل بحاجات بسيطه قوي. بصي، بسن المعلقه، حبه كمون، 7 بهارات، حبه فلفل اسود، مش هضيف حاجه تاني، وكلها كده بسن المعلقه. يعني ايه؟ عشان ما تضيعيش طعم الطاجن، عشان الطاجن ما يروحش معاكي كده في حته تانية. هنا هبتدي ان انا برضو اطعمه بشويه ملح، لاني انا فكره انا مش حاطه ملح في اللحمه، انا حاطط لها ماجي بس. حلو الكلام. برضو البطاطس هفضل ان انا اشوحها كده، واللحمه بتاعتي كنت طلعتها وصفيتها من الميه بتاع، او عادي يعني طلعيها، مش مهم ان انت تصفيها، بس انا المهم ان انا ايه، طلعتها يعني من قلب الشوربه بتاعتها. وابتديت ان انا انزلها اهوت على البطاطس، برضو اشوحها كده تشويحه سريعه سريعه. وابتدي ان انا انزل الحاجه برضو المكمله للاكل، اللي هي الطماطم اللي احنا بشرينها. مش عايزه تضيفي طماطم، عايزاها كده تبقى صوص ابيض كده منها فيها، تمام. عايزه تضيفي طماطم، يعني انا مش ضايفه طماطم كتير ومش ضرباها، ده انا بشراها، فبرضه بتدي طعم حلو وبتغير اللون، بتكسر اللون كده. يعني هي حلوه في تغيير الملامح الاكل، بس هي برضه حلوه برضه في قلب الطاجن. حلو الكلام. كده تمام قوي. الطاجن بتاعي خلص، سهل قوي، مكوناته بسيطه، بهاراته بسيطه جدا جدا جدا. هضيف لها هنا، ضفيت حبه شوربه بس، يعني كوبايه شوربه، بحيث برضو ان تسوي لي البطاطس، لان انا مش هدخلها الفرن دلوقتي. انا كده هغطيها وهسيبها على النار شويه تكتك كده وتاكل في نفسها. واول ما احس ان البطاطس بتاعتي حطيت المعلقه كده، وان البطاطسايه اتقسمت بالمعلقه كده بسهوله، يبقى هي خلاص كده، هي استوت معايا. حلو الكلام. هنا عايزه تدخليها الفرن في قلب الصينيه بتاعتك، ومش عندك طاجن، تمام. عندك طاجن، فضيها في قلب الطاجن ودخليها الفرن. الموضوع سهل وبسيط خالص. خدت اللون بتاعي، طلعت طعمها وهم، والله طلع طعمها وهم وريحتها وهم، كانت جميلة. متنسوش اللايك والشير، ربنا يسعد قلوبكم يا رب. وهنا طبعا كان الرز بتاعي خلص واتعمل وتمام. أكلة برضو سريعة كده وحلوة وبسيطة، ومن يعني من الحاجات السريعة برضو، ما بتاخدش وقت والله خالص. يعني حبة الرز والطاجن ما خدش معايا وقت. ربنا يسعد قلوبكم، ربنا يفرحكم يا رب، نجح الثانوية العامة كلها. ربنا يفرح أولادكم ويرزقكم ويسعدكم ويبارك فيكم ويديكم ويزكم ويطعمكم يا رب. ربنا يا رب يطعمكم ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، آمين يا رب العالمين. شكرا.